السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. لوكيشن جديد، مكان جديد بصور فيه. من زمان الصراحة كان نفسي اطلع بقى من جو الأوضة والسطاب، بس كنت مستني لحد ما اجيب العدسة والفار الميت اللي انا ماسكه ده، والحمد لله جوم وجاي النهارده اشاركك فيديو من قلب البلكونة اللي في بيتنا، وانا ساكن في الدور السابع، فانا حرفيا بشاركك من على قمة العالم دلوقتي. غير كده بقى هسقي الزرع وانا بكلمك، لان انا دخلت عليه النهارده لقيته مرمي في الارض، في ارض قاحله صحراء، فاهم؟ هيموت على نقطه ميه مش لاقي، عشان بس تغيبت عن ان انا اسقيه يوم واحد بس. شوف بالله عليك عامل مات ازاي، الورق بتاعه تحسه بيستغيث. ليه الناس بتحس ان الوقت بيعدي بسرعه؟ ما بتسمعاش كتير دي. هو ايه ده؟ هي 2020 عدى عليها 5 سنين، هو كاس العالم عدى عليه 3 سنين، ده انا كأني كنت بحضره امبارح، ده انا كأني كنت مش عارف ايه. الناس كلها بقت بتحس ان الوقت بيجري، الوقت بيعدي بسرعة، الوقت ما بقاش في صالحهم. عشان اشرح لك سبب كل ده بكل اختصار، فهو يا اسطى لان انت ما عندكش حياة يا اسطى، انت ما عندكش حياة. واخد بالك؟ انا عارف ان هي ان انا بقولها بطريقة مباشرة قوي وبطريقة واضحة قوي، بس هي دي طريقتي في كل الفيديوهات. يا اسطى انت مبقاش بقول يا اسطى لان في احتمال يعني فئات عمريه مختلفه بتتابعني. مفيش حد بيتابع، بس انا بفرض ان في المستقبل احتمال حد يشوف الفيديوهات دي. مقضي وقت كتير قوي على الحاجات اللي بتختفي، الحاجات اللي بتنساها، الحاجات اللي ما بتديش معنى للوقت اللي انت قاعد بتقضيه دلوقتي ده، والحاجات دي بتتحذف من دماغك تلقائي، فبالتالي انت كأن حرفيا وقتك بقى اقصر، كأن وقتك قل، لان في حاجات اتعمل لها قط. تمام؟ هحاول اوضحها شويه. من الاسباب اللي بتخليني ما احسش الشعور ده كتير، او لما حد يقول لي ان كاس العالم عدى عليه 3 سنين، ببقى عادي، هو فعلا يا جدعان حصل من زمان، انا مش حاسس ان هو حصل امبارح ولا حاجه، وان 2020 بجد عدى عليها 5 سنين. سامعين صوت القطر؟ انا قلت بقى المايك ده هيعزل وبتاع مش عارف ايه، ولا بيعزل ولا اي حاجه. كيف للمرء انه يحس بكل سنه بتعدي في حياته؟ ازاي ما يحسش ان في سنه عدت هو ما حسش بيها، ان في سنه مرت مرور الكرام كده؟ ده لان بكتر الحاجات اللي بتعملها بتحس بالزمن اللي عدى. ليه؟ لان انت في دماغك بتقيس الزمن ازاي، بتنسبه لايه، او بتقارنه بايه، عشان تقول لا ده الوقت ده اللي عدى ده كتير، وبيتوافق مع طريقه الحسبه المنطقيه. لما تحسبها بالورقه والقلم عدى كام سنه، تلاقي عدى 3 سنين، بس في ذهنك تلاقي ان الموضوع مش منطقي، تلاقي ان انت حاسس ان عدى سنه او عدى 6 شهور. فازاي تخلي الحسبتين دول يتوافقوا مع بعض؟ هو ان انت تعمل حاجات كتير، او زي ما قلت في الاول باختصار، يبقى عندك حياه. يعني ايه يبقى عندك حياه؟ ان انت تصحى من النوم عندك حاجات كتير قوي بتعملها، عندك حاجات كتير قوي بتشتغل عليها. عشان اخلي الموضوع واضح اكتر، ان يبقى عندك تاسكات بتخلصها اول ما تقوم. بصحى من النوم، مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اصلي ال5 فروض، مطلوب مني ان انا اسقي الزرع ده، مطلوب مني ان انا اذاكر لو عندي امتحانات، مطلوب مني ان انا اصور لك فيديو زي ده، مطلوب مني حاجات كتير قوي، ومش شرط يكون في حد طالبها مني، انا طالبها من نفسي. بس الفكره مش في كده، الفكره ان انا عندي حاجات كتير قوي ممكن اعملها، ولما خلصت التاسكات دي كلها مش بروح اجري على التيك توك او بروح اجري على اي منصه سوشيال ميديا اقعد افر، بل لا، ان في 1000 حاجه غير كده وفعلا بتحسسني بالوقت اللي انا بقعده. وفكره ان في 3-6 ساعات يعدوا من غير ما اخد بالي منها، فكره صعبه قوي الصراحه. يعني ليه بتعمل في نفسك كده؟ 6 ساعات عدوا في غمضه عين. خلينا نفترض مثلا انت بتضيع 6 ساعات يوميا مثلا، وانت اصلا بتنام من 5 ل8 ساعات. هنفترض ان هم 5 ساعات، رغم ان هو عدد قليل، بس انا بحاول افترض اسوأ الاحتمالات. كده 11 ساعه، يبقى انت بتضيع حرفيا قرب ال50% من يومك. فلما دلوقتي انت تضيع 50%، بلاش ان ايه يعني، لو اقتصنا ساعات النوم يبقى انت بتضيع يا عم 25%. يعني انت في 25% هتضيعهم اجباري، بتقوم تضيع كمان 25%. فبالتالي لما السنه تخلص انت حرفيا احساسك بيبقى في محله حضرتك. يعني ده مش احساس كاذب ولا حاجه، انت حرفيا اليوم بتاعك اقل من الشخص الطبيعي. انت فعلا السنه بتاعتك اقصر، السنه بتاعتك مش طبيعيه. عشان كده تحس الوقت بيعدي بسرعه. يعني انا عشان دلوقتي في اسبوع عدى، ازاي احس بكل يوم في الاسبوع ده؟ ازاي احس فعلا ان انا الاسبوع ده كان مثمر، اسبوع ان انت تعمل فيه
حاجات كتيره قوي، ان انا مثلا اجيب العدسه دي واجيب المايك ده وبعد كده اعمل السيت اب ده وبعد كده اعمل فيديو وبعد كده منتج وبعد كده ارفع الفيديو ده على يوتيوب. وفي فيديوهين على فكره صورتهم كمان خلال الاسبوع ده. فانا كده فعلا حسيت بجوده الاسبوع. انا ما حسيتش ان الاسبوع عدى كده. يعني هوضحها لك، بص يعني على الاخر بقى كمان ايه الفاصل ما بين ان الوقت ده حسيت بمروره والوقت ده انا ما حسيتش بمروره. ايه الفاصل؟ ان انا عشت حياتي هنا وهنا ما عشتش، هنا عملت سكيب. ايه اللي بيفصل ما بين الاثنين دول؟ بتسعى لهدف او بتحصل على نتيجه. تمام؟ لو انت بتقضي وقتك في الحاجتين دول يبقى انت كده هتحس بالوقت اللي انت بتقضيه، هو ده الفيصل. تمام؟ خلينا نمسك مثلا، انا قعدت فتره من يجي شهرين كده كنت بقلب في الانستجرام كتير قوي. فخلينا نمسك اللحظه اللي انا كنت فيها دي ونحللها. هل انا وانا قاعد بقلب ساعتها كنت بحصل على نتيجه؟ لا، حرفيا ما كنتش بحصل على نتيجه. انا كل اللي شفته ده هنساه، كل اللي شفته ده هنساه. انا ما استفدتش، يعني ما فيش اي حاجه هتفضل معايا على المدى البعيد من الجلسه اللي انا قعدتها بقلب فيها في الانستا. تمام؟ هل انا بسعى على هدف؟ بقلب بلا هدف، بقلب لغرض ان انا اشوف الفيديو اللي بعده، والفيديو اللي بعده بيخليني عايز اشوف الفيديو اللي بعده، واللي بعده بيخليني عايز اشوف اللي بعده. مفيش هدف، ده مش هدف. فبغياب العاملين دول الوقت ده حرفيا انا قاعد بقتصه من حياتي، انا قاعد بعمل سكيب لوقت في حياتي. بعد كده لما السنه تخلص وانا بقضي ايام في الموضوع ده ارجع اقول السنه عدت بسرعه. انا مش عارف ازاي يا عم. انا كل اللي انا بعمله ان انا بقعد 12 ساعه على التيك توك بس. يا اسطى ركز يا اسطى. ما انت اللي بتضيعه. تعرفوا ان انا احيانا بحس ان القطر اللي في المحطه اللي جنبي ده لا ينتهي. يعني هو القطر ايه، عارف انت ايه، القطر بيفضل يمشي يجري 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 على السكه الحديد، يجري يجري وانت شايفه قدامك وعمال بيعدي عربيه وعربيه لحد ما تيجي اخر عربيه وخلاص يخلص القطر. انا عندي نظريه ان القطر اللي بيشتغل ورايا ده عربياته لا نهائيه، لو فضلت شايفه يجري قدامك 6 ساعات مش هيخلص. يعني يبان لك ان التفسير ده تفسير غبي، بس هو اكتر تفسير منطقي. ليه دايما في زماره قطر ورايا؟ وبعدين سؤال، يعني هو في حركه مرور على السكه الحديد مثلا عشان يضطر يزمر كل شويه؟ انا عارف ان السكه الحديد طريق ستريت نادرا ان حد يقابلك عليه، فهو ليه كل شويه اروح اجيب شويه ميه تاني اسقي بيهم المتبقي من الزرع؟ واخد لي بالك؟ حد دلوقتي ممكن يسال انا ازاي بعيد عن الكاميرا ولسه سامعين صوتي؟ بس ايه، انت نسيت ان انا جايب مايك جديد ولا ايه؟ اخده معايا في اي حته عادي، مش محكوم. الصراحه المايك اللي كنت في الاول خالص في فيديوهاتي القديمه، لو حد راح شاف اول فيديو ليا كنت بصور بمايك بسلك، واخد بالك؟ كنت بمشيه كده من تحت التيشيرت واقوم شابكه في رقبه التيشيرت. كان مايك رخم قوي، كان بيفضل رابطني بسلك جنب التليفون وعشان افكه بقى يعني قصه، لان لو ربطته من بره التيشيرت بيبقى شكله وحش، ولو ربطته من جوه التيشيرت بيبقى صعب انك تفكه، فالواحد بيفضل حيران في النص. انت عارف يعني انا حتى كمان عندي رأي، وهو ان انت لو بتقضي وقتك كله على الفيديو جيمز فجس وات ده مش تضييع وقت، او يعني مش تضييع وقت زي ما انت قاعد على السوشيال ميديا، واخد بالك؟ لو انت بتقضي فعلا وقت على تلعب العاب، فكره ان انت بتحقق العاملين اللي انا قلت لك عليهم، ان انت بتسعى لهدف وبتحصل على نتيجه، سواء بقى النتيجه دي بتعود عليك عن نفع بعد كده ولا نتيجه ملهاش لازمه، فانت في الاخر بتعود عليك نتيجه ومش قاعد بلا هدف. ما عنديش مشاكل قوي ان انا اقضي 3 4 6 ساعات على ماينكرافت، الاكتر لعبه مفضله عندي، بس في الاخر اجي ابص الاقي ان انا بنيت مستعمره، ان انا بنيت مباني كتير قوي وعملت انجازات كتير قوي، فانا حصلت على نتيجه. لما تبص كده بعدين تحس ان هي حاجه مرضيه نوعا ما لما تشوف اللي انت عملته. والشيء الاهم ان انت واعي بكل ساعه انت بتقضيها. لما قمت من على الجهاز انت مدرك ان انت قعدت فتره طويله من الزمن، حتى لو انت ما بتعدش، حتى لو انت مش لابس ساعه، حتى لو انت ما فيش ساعه بتوريك انت بتقعد قد ايه، انت لما بتقوم لا بتحس ان انت قعدت كتير، انت قعدت فتره طويله، لان انت واعي بالزمن. الوعي بالزمن ده بقى هو اللي بيخليك تحس بيه. الفكره في منصات السوشيال ميديا والحاجات اللي بتقعدك عليها بدون هدف او نتيجه، ان انت بتبقى غير واعي بالزمن، انت حبيس اللحظه، عبد للحظه اللي انت فيها. بيبقى عندك غموض ان انت عايز تفرق عشان تشوف المحتوى اللي تحت على طول، واول ما تشوف المحتوى اللي تحت تشبع غموضك، تحول غموض جديد عندك لان انت عايز تشوف المحتوى اللي بعديه، فانت كده في دايره. فانت طول ما انت بترجع دايما لنقطه الاصل عمرك ما هتبقى واعي للزمن اللي بيعدي. الحاجات اللي فيها هدف او نتيجه لا، انت ماشي في خط مش ماشي في دايره، فانت ما بترجعش تاني للنقطه صفر في نهايه الطريق.
فبالتالي تقدر تشوف لا في نقطه بدايه وفي نقطه نهايه، يبقى يعني الوقت ده كان مستثمر في حاجه. هو ده الحكايه بشكل منطقي جدا. يعني انا مش عارف اصور فيديوهات تاني في البلكونه ولا لا، بس انا عجبتني. يعني بص، هو الحكم هنا بقى جوده الصوت. لو الجوده اللي بتاع ده طلعت حلوه فانا هصور فيديوهات تاني، غير كده ما اعتقدش. احنا دلوقتي تقريبا في لحظة تصوير اللحظة دي في مغيب الشمس. الشمس غربت بقالها 5 دقايق تقريبا. فعشان كده انا مضطر اقول لك ان تتذكر دائما ان اسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحة لتعبر بها عن رأيك بكل حرية. السلام عليكم. اعمل لك بقى حركة الفلوجز بقى بتاعت 2019.